ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي نقفل الاوتو باك اب اللي بيحصل في الكورل درو، وبتلاقيه مكرر لك الملفات وبتاع والكلام ده كله. في ناس ما بتحبش الموضوع ده، وان حد طلب مني الفيديو ده، فقلت نعمله يعني ونشرح الطريقه. هي طريقه سهله وبسيطه جدا، بس الاول عشان تبقى عارف ايه هو الاوتو باك اب، بيكون بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. تبقى مثلا وليكن ده فايل انت اشتغلت عليه، تلاقي عمل لك باك اب منه. تمام. هو المفروض انه بيعمل باك اب كل 10 دقائق، كل ثلث ساعه. انت بتظبط الموضوع طول ما انت شغال على الفايل، هو بيسيف لا بروب مثلا يحصل مشكله او حاجه. اول حاجه بتعملها بتخش على التيرس ده، وبعد كده بتخش على كورل درو، وبعد كده بتخش على سيف. تمام. هتلاقي هنا باك اب اوريجينال فايل بيفور سيفنج، هنا بالنسبه للباك اب، وهنا عندك الاوتو باك اب، وهنا لو هيحفظ مثلا باصدار قديم او مش عارف ايه او الكلام ده كله. احنا عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نقفل الاوتو باك اب اصلا، فبضغط على دي، اشيل من عليها علامه الصح، وكده شكرا. ما بقاش يعمل معانا الاوتو باك اب ان هو يعمل نسخه احتياطيه كل شويه. تمام. وبنقفل برضو الباك اب الاساسي. تمام. وبعد كده بضغط على اوكي. كده الفايل اللي انت بتعمله مش هيتحفظ منه نسخه تلقائيه طول ما انت شغال. فدي كانت الطريقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم مازن عجوز. لو ما اشتركتش في القناه ما تنساش انك تشترك، لان 75% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركين في القناه. فاشتركوا عشان القناه تكبر، وبدعمكم ان شاء الله نكمل. كان معاكم مازن عجوز، دمتم بخير، والسلام عليكم.